السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي واخوتي العزاز. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. مازلنا متواصلين مع مآسي وحكايات العشرية السوداء، واليوم تاني جيتكم بحكاية جديدة من حكايات العشرية السوداء. وقبل ما نبداو القصة ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله على أفضل الصلاة والسلام. وتقول صاحبة القصة: أنا بنت الحاج عبدقة، وغادي نحكي لكم كامل واش صرنا في العشرية السوداء. وأنايا من القلعة، وبلاصتنا يقولوا لها الكلكولي، واللي هي تابعة لولاية غليزان. الأب تاعي سمو الحاج عبدقة، وكان من كبار رجال تاع الدوار، وهو إنسان معروف في غليزان وفي جوايهنا تاع القلعة. الرحمة، السمار، سيدي سعادة كانوا يعرفوا كامل في هذو الجوايح، على خاطرش كان موال وكان فلاح، وكان من رجال اللي يدوهم الناس باش يديروا الصلح، وكان إنسان محبوب بين الناس، وكانوا يشاوروه في كل كبيرة وفي كل صغيرة. وكما قلت لكم الخدمة تاعو كانت في الغنم، وتاني كانت عنده الفلاحة، يعني إنسان ربي فتح عليه من بابه الواسع. وحنايا كنا 4 بنات و3 أولاد، وكاين منا اللي راهم متزوجين وكاين اللي مازال. وخاوتي هما اللي واقفين على الرزق تاع بابا. والقلعة سكانها كانوا مخلطين، وكان كاين اللي لاباس بيهم وكاين اللي على قد حالهم. وهذاك الوقت كان في عمري 13 سنة، والعيشة في القرية تاعنا كانت روعة ما شاء الله جنة. الصباح تنوض على الهوا صافي، الصوت نتاع الواد، والقلوب كانت صافية، وبيبانا ما كانوش يتبلعوا غير من الليل لليل، وفي النهار نطلقوا غير الليزار. والحرمة تاع الرجال كانت كاينة بزاف في هذاك الوقت، وما زالت إلى يومنا هذا. والقلعة معروفة بهذا الشيء. وكيف عليك راجل باغي يدخل لدارو حتى يكحكح باش يفوت، ويقول بالك اشجارة عندي ولا عند مرتي، وما كانوش يبو يكسروا الحرمة ما بيناتهم. وبكري كيما نعرفو ما كانوش كاينين السبابيل في الديار، يعني الماء ما كانش يوصل للديور. وحنايا في القلعة كانت كاينة عندنا واحد العين، وكاع السكان تاع القرية تاعنا يزقوا منها، كل مرفح كل قليل. وثاني نساء كي كانوا يبغوا يغسلوا القش نتاعهم يهودوه للواد ويغسلوا كامل مع بعض. وكانت كاينة واحد اللمة ما نقدرش نوصفها لكم كيفاش دايرة، وقعدت الدعوة هانية عندنا حتى العام التسعينات، وين كامل على بالنا واش صرا ثما. والحالة تقلبت، وبدات الناس هنا وين تخاف، وغليزان شالت فيها وبدات في دواويرها. وهذوك الخوارج عندهم داروا في الدواوير نتاع ولاية غليزان، ومكاش اللي ما سمعش وما عرفش بحكاية الرمكة وجوايها. ومشات حتى لعين الرحمة والسمار، وكثروا اللي فوق باراج في الطريق. والحاجة اللي كانت صعيبة بزاف هي طريقة ليوانة بني هاشم، على خاطرش بيناتهم كان كاين واحد الفراج، وكانت كاينة واحد الغابة صغيرة على الجمجاية. وهذوك اللي ما يتسموش كانوا يخرجوا منها ويقضوا على الأبرياء مساكن، وبزاف الناس راحوا بلا حتى ذنب. وهذوك الخنازير ما كانت كاينة الرحمة في قلوبهم، وكل يوم نسمعوا حكاية جديدة. وهذوك الخوارج بداو ينتشروا ولاو ما يخافوش ويطيحوا على الدواوير في أي وقت يبغوه. وسكان القلعة هنايا وين بداو يخافوا، والبيبان اللي كانوا يقعدوا محلولين حتى لليل رجعوا ما ينحلوش كامل، وقاع النهار وهما مبلعين. بصح مي كانوا مازال ما وصلوناش هذوك اللي ما يتسماوش، يعني كان كاينه شويه استقرار في دوارنا برك. حتى لواحد النهار من النهارات، وكيما العادة والعوايد، النساء تجمعوا كامل وهودوا للواد باش يغسلوا القش نتاعهم. وكانت 10 تاع الصباح هكا، وكل وحدة مهودة ولادها معها. وانايا كنت مع اختي الكبيرة، ويما ما كانش تهود على خاطر بابا ما كانش يبغي حتى نشوفوا في رجال دايرين صف، وكانوا هما واحد 10 هكاك ملثمين ورافدين السلاح على كتفاتهم، وكاين منهم اللي رافدين شواقر
والبوشية، وحنايا ولينا نستبقوا في بلايصنا، والنساء هاودوا حوايجهم على يديهم وسطروا شعوراتهم، ولاو هما ثاني خايفين والتكوانساو في بلاصتهم، وما صابوا اذا يهربوا ولا يخزنوا، وبحرت لهم قاع واش يديروا، ولمونا حنايا الذراري وقالونا ما تتحركوش محذانا، دروا كنشوفوهم واش بغاو، ما نعرف اذا يهضروا معانا ولا يفوتونا. وكما كان الحال قربوا لينا هذوك الخوارج وقالوا لنا هيا اسطروا رواحكم وكل وحده تروح لدارها، وما نزيدوش نشوفوا مرة هنايا في الواد، وحاوزونا مزيا ربي يستر وما داونا والو في هذاك الوقت، وهما في الحق ما كانوش جايين لينا، على هذيك ما حوسوش علينا، برك كانوا فايتين الطريق، ما نعرف وين راهم رايحين، وكل وحده رجعت لدارها. وراكم عارفين يتسمى كل وحده وكيفاش دات قشر، وكاين اللي غاسلين غير نص الحوايج، وكاين مسكينه غير شمختهم ورجعتهم، وحتى احنا ثاني كي رجعنا للدار انا واختي الكبيره ويما شافتنا كي دخلنا مخلوعين ووجوهنا صفرين، والحوايج نصهم مغسله ونصهم غير مشمخ، وقالت لنا مالكم واش كاين، راهي تالفة بيكم واش عندكم هنايا. وين اختي الكبيره خبرت يما باللي هذوك اللي ما يتسماوش حاوزونا من الواد، وقالونا ما نزيدوش نحاكموكم هنايا في الواد، ويما ما كانتش حاضره وما شافتهمش، بصح كي خبرناها عليهم كي دايرين ولات تقول لنا مسلمين مكتفين، هذو شا جابهم لينا، حتى دخل بابا وقالها مالك تسلمي وتكتفي شكاين ما كاين والو، وقالت له اليوم هذوك اللي ما يتسماوش فاتوا على الواد وحاوزوا كامل نسا من ثم، وقعدت تحكي له شحكينا لها، وبويا قاع ما هدرش ولا تقلق وبقى غير ساكت ويسمع، وكي كملت قال لنا ما تزيدوش تخرجوا، والواد ما تهودولوش ضروا كالشاشرة يولوا يزقولكم الماء وغسلوا قشكم هنايا في الدار، ورفد الخزرانة تاعو وخرج وما عرفناش كامل وين راح، ويما قالت لنا ربي يجيب الخير ان شاء الله، حاجة باينة راه باغي يتلاقى مع الرجال تاع الدوار وباش يشوفوا حل هذو شفكرهم بينا، والحالة ما راهيش تعجب، وقعدت يما مسكينة توجد في الفطور باش يجي خويا يديه للخدامة نتاوعنا نتاع البحيرة للعساس اللي مقابل الزريبة تاع الخرفان، وكي جا قال اليما الدوار كامل راه مقلوب من هذوك الخوارج اللي حاوزوا نسا من الواد هذاك، ويما قالت له راني من صبعة ربي وندعي عليهم ونقول ربي يجيب الخير، وهذيك الليلة فاتت على خير. هيا والغدوة من ذاك انطلقت الهضرة في الدوار نتاعنا، وقال لك هذوك اللي ما يسماوش تهددوا على المير تاعين الرحمة، وكي فاتوا علينا تما كانوا رايحين له على بها ما داونا والو، كي شغل كانوا مقلقين وحنايا ما كناش في حسابهم، وقال لك هذاك المير مسكين مزية اللي ملقاوش، وكانوا معولين باش يكملوا معاه، وتهددوا ثاني على سكان عين الرحمة وطلبوا منهم الدعم، وهنايا ويزاد الخوف عندنا، والسكان قال لك لازم نديروا حل ولازم علينا نطلبوا السلاح من الدولة الجزائرية باش نحموا رواحنا وندافعوا على نفوسنا وعلى عائلتنا وعلى الرزق نتاعنا. هيا وكما كان الحال اجتمعوا قاع عند الاب تاعي باش يشوفوا شي يديروا، ويروحوا للبلدية ويطلبوا السلاح، وقالوا له هيا هو قال لهم ما كاش مشكل نورمال. هيا وكما كان الحال راح هو وزوج من الكبار تاع القرية وداروا الطلب تاع السلاح من البلدية تاعنا كيما قلت لكم. هيا واحد الليلة من الليالي نسمعوا في صوت الكلاب داير حالة حاشاكم وأعزكم الله، وكانوا مارفين بحو، بصح هذه الليلة ما بغاوش كامل يسكتوا، وبابا وخاوتي ناضوا وقالك الكلاب اللي ما بغاوش يسكتوا كاين حاجة، بصح مكاش اللي خرج ولا رقب. هيا شوية وسمعنا الطبطيب عندنا في الباب، واش من طبطيب ومشي كيما اللي نعرفوه، وطبطبوا في الباب قري ما طيروه، وبابا قال خير ان شاء الله. خويا خرج وبقى يقول شكون هنا شكون، تكلم واحد منهم وكان صوته خشين وقال له حل الباب حل الباب، وخويا دار
وشاف في بابا، على خاطر بابا كان واقف في الباب الزوج نتاع اللي دخل الدار، وخويا هو اللي كان واقف عند الباب نتاع الحوش اللي كانوا يطبطبوا فيه هذوك اللي ما يتسماش. وقبل ما يحل عليهم خويا، بابا شاف فينا وقال لنا ادخلوا للدار انا واختي ويما وبلعوا على روحكم، وقال لخويا دروك تنجم تحل عليهم الباب. وكيما كان الحال حل خويا على هذوك اللي ما يتسماوش، وتكلم فيهم واحد بصوت عالي وقال له عيطلنا للحاج عبدقة. ايا حتى بابا تكلم وقال له راني هنا، خير ان شاء الله تفضلوا. وكما كان الحال دخلوا الوسط نتاع الحوش وبقاو يهضروا معاه، وحنايا مي كنا في الشومبرا والباب مبلع ما سمعناش كلش، كنا كلمة نسمعوها وكلمة لا، وطولوا واحد نص ساعة هكاك وهما غير يهضروا معاه، وبالصح من بعد راحوا وما داروا حتى حاجة. ودخل خويا وبابا ويما حلت الباب نتاع الشومبرا اللي كنا خازنين فيها، وقالت له شكاين الحاج غير الخير، وقال لها علاه هما معهم الخير واك من اللي سمعنا بيهم وحنايا من الشر للشر. وقعد فوق السدارية ودار يدو على راسه وقال يا ربي يا ربي شايد المصيبة اللي طاحت عليا. ويما بدات تقول له شكاين واش كاين، وانطق خويا وقالها بغاونا ندعموهم بالدراهم يا يما، وقالوا لنا لازم لنا تاني الماكلة، وعلى بالهم باللي بويا عندهم الخير وقالوا له الدوار كامل في رقبتك، يا انت يا الدوار، وانت راك كبيرهم ولازم عليك تعاوننا وتمدلنا المؤونة، وقاع راهم يبغوك هنا ولازم عليك باش تدعمنا باش ما نوصلوكمش وما نوصلوش الدوار نتاعكم. ويما قالت له واش يقدك في هذوك اللي ما يتسمى وهذوك غدارين وما يتامنوش. ايا قالت له غدوه ان شاء الله هود لذاك الوطني وبلغ عليهم، وقال لها راك باغي تكمي على الدوار يا مرا، ان عليه الشيطان راهم يقولوا الدوار راه في رقبتك، اذا تغلط هما يخلصوا. وبابا كان انسان حنين ويغيظوه الناس، وزيد تربى وكبر في الدوار هذا، وكانوا كامل خاوة وما كانوش غير جيران برك مخلطين، كانوا خاوة وبني عم وكثر وكثر. وهذيك الليلة بوتنا قاعدين واللي خممنا لها ما لقيناش حل، وقال الخويا مادام ربي عاطينا من خيره نديروا لهم شابغاو غير على جال خاوتنا باش ما يتأذوش، بلا ما الدولة عطاتنا السلاح ونخبر ناس الدوار ونتحزموا لهم. وقال الخاوتي ما تحكوا لحتى واحد كان حتى نصيبوا الحل، ويما خافت علينا احنا سورتو شيرت، والاختي الكبيرة هي اللي كانت في السن تاع الزواج، وخافت اذا هذوك اللي ما يتسماوش يغدروا بابا ويدوا اختي للجبل معاهم. وكما كنا نسمعوا داو بزاف نساء وبزاف بنات صغار، وقالت البابا شوف غدوة يهودها اخوه عند خالها، وهذا خالي ساكن في يلل، وقالت له هكا باش نبقاو مهنيين. وبابا قالها صحة واه عندك الصح. ايا ونضنا وتفكتنا. ايا الغدوة من ذاك اختي الكبيرة وجدت حوايجها وداها خويا، وانا عندي ما بكيت عليها على خاطرش كنت قريبة ليها بالبزاف. المهم هذيك الامبيونس اللي كانت في القلعة وفي دارنا وقاع راحت، والسكان كامل خايفين، وهذوك اللي ما يتسماوش ولاو يجوا للقرية ويدوا قاع الشي اللي يبغوه، وكثروا عليهم بزاف، والمتطلبات نتاعهم كانت كبيرة بزاف، وكل خطرة يجوا ويدوا خروف وزوج من عندنا وزيد يدوا حتى الدراهم. والاب تاعي الخرفان كان دايرهم باش يستلزق بيهم ولاو يدوا الدراهم بزاف. وهنا يا بابا وين ولا الضمير تاعو يأنب فيه، وقال اليما راني خايف على ولادي والناس دواري، وكون جات بيا انا دورو ما نعطيلهمش، وزيد كرهت بزاف. صح الخرفان كي يدوهم حاجة باينة باش ياكلوهم وان شاء الله يرجعوا لهم دود في كروشهم، بصح الدراهم راني خايف اذا راهم يشرو بيهم سلاح ويقتلوا بيهم الناس الابرياء. يتسمى هكا انا راني متعاون معاهم ولا بغات مانيش مشارك، بصح بدراهمي عندي يد معهم. ويما قالت له ربي هذا يريبي كون راه تشكيت، وقال لها هذوك عندهم وذنين وعينين وفي كل بلاصة كانت وقادر يكملوا معانا في دقيقة واحدة. والاب تاعي مكرات التخمام نقص رقادو والصحة نتاعو تراجعت ومرض، وكيف وتعلي خويا لقى عنده السكر
وكان طالع له بزاف، وهنايا وين كان لازم علينا نشوفوا له حل. ويما قالت له نرحلو من منا، وراك بدراهمك وقادر تروح وين تبغي، خير من اللي نعيشو هنايا ونعيشو نادمين. وبابا قالها صح، بصح قاعد يخمم في خرفانو والارض تاعو، وما عندوش خوف ولا زوج، راه عنده شحال من راس، ومشي بين ليلة ونهار ينتباعو. وتواصل مع خالي اللي قلت لكم عليه ساكن في يلل باش يشوف له شاري، وما بغاش قاع يطلق الهضرة في الدوار، على خاطرش الناس ما تأمنش وما تعرفش عدوك من حبيبك، وكل واحد يعني كان يشوف المصلحته برك. وهما صح ما شفنا منهم والو، وقاع كما قلت لكم كنا خاوة وكنا احباب، بصح الخوف يدير والتهديدات يديروا، يتسمى كل واحد يولي يحوس يسلك بعمره. وكما كان الحال خالي هذا تعيلل لقى شاري البابا، بصح بابا خسر فيهم شوية، وراكم تعرفوا الناس تستغل الظروف كي يشوفوا الواحد مزير. ولمينا القش نتاعنا، وبابا كرا الارض تاعو لواحد الانسان من واد الجمعة، والخدامة تاوعنا قعدوا غير هما في الارض هذه، وخلصوا فيها هذاك السيد نتاع واد الجمعة لمدة عام، وداها بها بغلتها اللي كانت واجدة، وهي مشي سهلة على بابا وعلى خاوتي، بصح الله غالب ما كانش كاين حل واحد اخر من غير هذا. وهنايا ما ديناش معانا القش تاع الدار، وخلينا كلش كيما راح، دينا غير حوايجنا برك وبلعنا مليح. وبابا قال الناس تاع الدوار راني رايح للمدينة باش نداوي على السكر تاعي، والطبيبة قالت لي لازم عليك تدخل السبيطار، وراكم تعرفوا مع البعد وقع ما بغيتش نخلي داري هنايا، غادي نكريثم ومن بعد نعاود نولي صاي. كامل الناس ولا تهدر في هذه الهدرة، وخرجنا من القلعة ورحنا ليلل، وقعدنا ايامات عن خالي. وبعدها خويا الكبير قال البابا واش رايك نرحلو لوهران ندخلو للبلاد الكبيرة خير، ورانا بدراهمنا ونديرو تجارة ثم ونسكنو في وسط المدينة، وراهي الحالة هانية ثم. وبابا كان يدير فيه ثقة كبيرة، وشرينا سكنة بالكراجات نتاوعها في ولاية وهران، وخاوتي بداو يخدموا والحمد لله ربي يفتحها عليهم وعامين. وجات بعدها المصالحة الوطنية والحالة بردت في البلاد، وبابا قال لخاوتي نرجعوا، بصح هما ما بغاوش يسمحوا في خدمتهم، وكانوا يخدموا الحوايج تاع النساء ونتاع الرجال ونتاع ذراري ثاني، وكانت عندهم التجارة بالجملة. وبقات الأرض هذيك مكرية لصاحب بابا، ودارنا هذيك بقات غير هي. وساعة بويا كان يروح هو ويما، بصح مين كبر ولا يعيا مسكين، وخاوتي الرزق نتاعهم كبر ولاو لاهين غير فيه، يتسمى ما ولاوش يدوه بزاف للدوار، وما هو ثقل ولا ما يرجعش يخرج ولا يحوس. واختي الكبيرة زوجت وانا ثاني، وخاوتي حتى هو، وبابا ويما توفاو ربي يرحمهم ان شاء الله. وحنايا الحمد لله رانا عايشين في الهنا بعد ما عانينا بزاف، وكاين اللي توشاو اكثر منا وماتوا لهم اللي عزاز عليهم، بصح خوف العشرية والرعب نتاع كل يوم ماشي سهل، والرقاد وما كناش نرقدوه ونخافوهم اذا يطيحوا علينا. ولهنا خاوتي وختاتي نكونوا كملنا القصة تاع نهار اليوم، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.